السلام عليكم، معاكم صبري فتحي صلى على النبي ويلا بينا. القرآن المكي والمدني. طبعا بعض الطلاب بيخلطوا بأن القرآن المكي هو ما نزل في مكة والمدني ما نزل في المدينة، وهذا يعني فيه بعض الخطأ. تمام. أولا الهجرة كانت أكبر نقطة تحول في العالم الإسلامي. الإسلام قبل الهجرة كان له شكل معين، بعد الهجرة بقى له أشكال معينة. تمام. فمرحلة الدعوة في الإسلام كانت مرحلتين، مرحلة مكية ومرحلة مدنية. فبالتالي في الأول كان المسلمين ضعاف والنبي لم يؤمر بالقتال، فكانت الصور القرآنية ليها طبيعة معينة وبتخاطب النبي بخصائص وأحكام معينة تناسب الفترة اللي هو كان فيها، صح؟ مم. أما القرآن بعد الهجرة خلاص المسلمين بقى أقوياء، عندهم بأس، فيه قوة، فالقرآن بيخاطبهم بطريقة تانية معينة. فطبيعة الصور قبل الهجرة غير طبيعة الصور بعد الهجرة. الكلام ده صعب. لا. جزاك الله خير. فقال: وشكلت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نقطة تحول في مراحل الدعوة. قال لك والله مراحل الدعوة مرحلتين، يا مرحلة مكية يا مدنية. وطبعا الصور القرآنية كانت متغيرة قبل الهجرة وبعد الهجرة، هي بحال قبل بحال بعد. إذا فلماذا اهتم الباحثون بدراسة المكي والمدني من الصور والآيات؟ أول حاجة، لما ينتج عن ذلك من فوائد وثمرات. ثمرة، فايدة يستفاد منها في مم. التفسير طبعا، واستنباط الأحكام، يعني استخراج الأحكام القرآنية والأحكام التشريعية. أحس المعلومات لما يعني أحلها باختبارات تجريبية تثبت معي أكثر. هذا الشيء لاحظته. لما تيجي تحل بتثبت أكتر. إيه، لما يعني امتحان اختبارات تجريبية، لما نخلص امتحان اختبارات أحس راح تثبت معي أكثر. طبعا يعني الحل، بص يا زلمة، الحل دايما أساسي. يعني أنا شغل مع أي طالب سواء جامعي أو طالب ثانوي أو غير ذلك، الشرح بياخد له حوالي 60%، 40% حل امتحانات. تمام. دي الفكرة. مم. بس هي انا عايزين احل اللي انت عايزين اعمله معاك، بس الفكرة لو انت تقدر تقرأ الدروس وانا احل اختلاط معاك اللي انت عايزاه، شوفي الطريقة اللي تريحك انا اعملك معاها. بس هي الفكرة اللي انت بس عايزين نشرح مثلا كذا. على فكرة احنا في الصفحة 24 صح؟ هي أيوة. المذكرة 37، يعني ناقص 11 صفحة. كم صفحة؟ 20 صفحة؟ اه. أقل. اه. أوكي، حلو، هنلحق إن شاء الله. فهي دي الفكرة، انت فاهم قصدي ايه؟ وأصلا إحنا اختباراتنا أسبوع الثاني من الاختبارات، فهمت طيب علي؟ هنخلص يعني المذكرة. عندنا ويكند. اه احنا هنخلص المذكرة وهنحل برضه، ما تقلقيش. يعني لو هاجي في يوم احل لك كل الخطوات كلها في يومين تلاتة، إيه المانع؟ مالكيش دعوة انت. تمام. طيب اكمل ولا ايه، عندك سؤال؟ أيوة أيوة أيوة. فطبعا ما المقصود بالقرآن المدني المكي؟ بصي، قبل الهجرة، ما نزل قبل الهجرة. قبل. اما المدني ما نزل المكي بعد بعد. الهجرة. اه. تمام كده يا استاذ، بعد الهجرة، ملوش دعوة بالمكان، هنا بيتكلم على الزمان يعني. تمام. المكي اه. قبل نعم. والهجري بعد. بالظبط كده، اللي هو المدني اول ما سوري. النبي مهاجر بقى خلاص. اه. فقال يعني ألاحظ الخطأ، السور والآيات المكية نزلت في مكة. بصي، مش ده خطأ ولا مش خطأ؟ ده خطأ. سوري مكي. لأن المكية مالها نزلت قبل الهجرة، صح؟ صح. قال والمدنية نزلت في المدينة، خطأ ولا مش خطأ؟ خطأ. لأنها هي السور بعد بعد الهجرة. الهجرة. جزاك الله خير. عدد خصائص السور والآيات المكية يا أستاذ. بصي، الآيات القرآنية والسور الآيات والسور المكية، خلي بالك، ليها سمات معينة، صفات معينة يا أستاذ. تمام. مم. ألا وهي أول حاجة، كانت في دعوة للمسلمين في الأول، فأكيد بتركز على التوحيد أول عنصر. أوكي. يعني معظم السور المكية فيها توحيد، ويغلب عليها القصر والإيجاز.
شفت انت والعصر يعني إن في الإنسان لفي خسر خسر. عما يتساءلون. شفت إيجاز وكسر، صح ولا لأ؟ صح. عكس سورة ولا بقى؟ انت فاهم عكس. الفكرة؟ مهم. عكس السور الطويلة يا أستاذ. ويكثر فيها الخطاب بقوله تعالى يا أيها الناس. يا أيها الناس. فيها آيات كثيرة يا أيها الناس، صح كده؟ وألفاظ الزجر مثل كلمة كلا. كلا إنهم، كلا لينبذن في الحطمة، وقص الأنبياء. يبقى يا أستاذ كده عندي كام عنصر، كام كلمة رئيسة؟ توحيد، آه. إيجاز وكسر، بالظبط. توحيد يا أيها والكسر الناس، والإيجاز. كلا، قصص. يبقى يا توحيد أيها قصة. الناس، اه يعني كتبت يا أيها الناس بعد صح؟ لا لا، ده انا بقول لك حاجه بس بتسهل لك الاجابه. انت ما انا مش فاهم يعني ايه يا ايها أتذكر الناس. المفتاح حقه. أتذكر المفتاح. حقه. انا مديك مفتاح البيت، تخش البيت، هتخش جوه المفتاح ولا جوه البيت؟ جوه البيت، صح ولا ايه؟ والبيت. تفضحناش بقى يا زمزم بقى. تمام كده. تمام. ماشي. يبقى كسر، توحيد، يا ايها الناس، وكلا لفظ دل على الزجر، وقصص الانبياء. صعب الكلام. دي كلها خصائص ايه يا استاذ؟ القرآن المكي. عندك سؤال؟ نو. نو. هي بدأ بنو على فكرة. ماشي. من خصائص القرآن المكي الإكثار فيه بالخطاب يا أيها الناس ويا بني آدم. فما السر؟ اشمعنى بقى؟ السر هو مخاطبة كل الناس. ليه؟ لأن أكثرهم كانوا في مرحلة البعثة غير مؤمنين. يعني النبي كان في الأول بقى لسه في أول الدعوة، فمعظم الناس ما كانوش لسه مؤمنين، صح؟ فربنا بيخاطب الجمع يا أيها الناس يا بني آدم اذكروا. وصل كده؟ يبقى تاني العلة هنا في إيه يا زمزم؟ أنهم كانوا في مرحلة بعث النبي ولم يكونوا مؤمنين بعد، كان لسه ما أمنوش. يعني النبي لما دخل فتح مكة خلاص إذا هم جاء لسه ما نصر. آمنوا. كثير، صح ولا إيه؟ صح. طب ليه ألفاظ الزجر كانت كثيرة زي كلا؟ كلا. لأنها تخاطب المعاندين. اللي عندهم الدخول في الإسلام ودعوة الحق. طب ليه ذكر قصص أنبياء؟ لمواساة النبي وتثبيت فتح. مش النبي كان يلقى من قومه العذاب الكثير، صح؟ فربنا أيوة. كان بيواسيه، بيقول له يا محمد شوف الأنبياء اللي زيك حصل لهم إيه. فربنا بيثبت فؤاده، يعني قلبه. وصلت؟ أيوة. نعم. وخاف في سؤال هنا يا مستر؟ في سؤال هنا؟ وين؟ في سؤال هنا؟ يعني أنا لا ما عندي. تمام. أنا شو واضح. نعم. أنا عشان هبقى أزود الريتم شوية، فأنت لو في حاجة توقفيني. الرسم في إيش؟ في الشرح يعني. تمام. إذا والعصر. قال شفت والعصر. يقول لي يا مستر قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. بخسر. هنا بقى الميزة إيه في الخاصية في السور المكية هنا يا مستر؟ طبعا الكسر والإيجاز. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. يبقى هنا برضو كسر وإيجاز. كلا لينبذن في الحطمة. أهو كلا أهي حرف زجر أهو. أيوة. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي. خطاب بقوله تعالى ايه؟ الناس. يا أيها الناس، بالظبط كده. ليه؟ لأنهم كانوا لسه غير مؤمنين. نعم. حاجة صعبة. نأتي بعد ذلك للآيات والسور الإيه؟ المدنية. تمام. دلوقتي هم المؤمنين بقت لهم شوكة، فبالتالي الآيات هتهتم وتعتني بالأحكام الشرعية زي الجهاد والعبادات والمعاملات. ويغلب يكثر عليها الطول، عكس المكية كانت سور قصيرة، صح ولا ايه؟ صح. إنما هنا في بلاء طول. ويقصر بقى، هم مش آمنوا خلاص، بقى كسر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا. تمام.
ويكثر فيها ذكر أهل الكتاب ومجادلته. فاكر اليهود اللي كانوا في المدينة والمنافقين اللي في المدينة، ويذكر فيها المنافقين. يبقى أهل الكتاب والمنافقين، يا أيها الذين آمنوا والطور. يبقى نعكس بقى يا مستر. تمام. ثواني يا زمزم. ألو. أيوه. فطبعا نعكس بقى الأحكام دي، يعني هناك كسر، هنا طول، هناك يا الناس، هنا يا الذين آمنوا. صح ولا إيه؟ أيوة. والمدينة فيها يهود وفيها منافقين. خلاص لخصيها بقى. وفي القرآن المدني يكثر فيه الخطاب بقول يا الذين آمنوا. ليه؟ لأنها تخاطب المؤمنين، لأنهم آمنوا خلاص. والمدني يكثر فيه ذكر منافقين يا أستاذ الكتاب. ليه؟ لأن المنافقين وأهل الكتاب في المدينة. ها تمام؟ أطول آية في القرآن آية الدين اللي في البقرة، في آخر صفحتين في البقرة كده. نعم. اللي بعده طبعا هنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، تفصيل الأحكام الشرعية من جهاد ومعاملات وعبادات. يا أيها الذين آمنوا ذكر، يا الذين آمنوا. يا أهل الكتاب خطاب أهل الكتاب. إذا جاءك المنافقون. صعب الكلام؟ لا. فوائد بقى معرفة ودراسة القرآن المكي والمدني يا زمزم. ايه بقى الفايدة؟ اول حاجة هنعرف تاريخ التشريع ومراحله، يعني التشريع ازاي ربنا عز وجل شرع لنا الاحكام، الكيفية والتاريخ، حصل ازاي، ايه السبب. زي موضوع تحريم الخمر ما جاش مرة واحدة، لا ده على مراحل. صح ولا ايه؟ وطبعا هيساعدنا في تفسير القرآن الكريم. يبقى التفسير وتاريخ التشريع ده كله مين اللي هيساعدنا فيه؟ ان نعرف المكي والمدني، واسلوب القرآن في الدعوة ايضا. يعني لو كانوا الناس بيخاطبهم ازاي، مؤمنين بيخاطبهم ازاي، يهود بيخاطبهم ازاي، منافقين بيخاطبهم ازاي. ففهم المكي والمدني احد روافد علم السيرة. يعني ايه؟ يعني مصادر، يعني اساسيات علم السيرة. الروافد دي يا استاذ مصادر واساسيات علم السيرة يا استاذ. صعب الكلام؟ لا. يبقى كده مثلا كم مرحلة قلنا؟ الفوائد قلنا كام؟ قلنا يا استاذ 4. من الفوائد يا استاذ قال لك المساعدة في القرآن، لان معرفة وقت نزول الآية بيعين، يعني يساعد على فهم المراد من الآية. ما هو انت لما تعرف الآية دي نزلت ليه ونزلت امتى، اكيد هتفهم ايه المقصود من الآية دي. صح ولا لا؟ صح. نعم. وايضا الاستفادة من اسلوب الكلام في الدعوة، لانه اتسم بالشدة واللين والترغيب والترهيب حسب احوال المخاطبين. يعني ايه اتسم؟ معناها اتصف يا زمزم. القرآن لو الموقف محتاج شدة بتلاقي في شدة في القرآن. الموقف محتاج ترغيب بتلاقي ترغيب. طب محتاج ترهيب يعني ايش؟ نعم. يعني بص، لو قتال مشركين يا استاذ القرآن هينزل بآيات بتدل على اللين والرحمة ولا الشدة والقوة؟ اللين والرحمة يا بنت. المشركين بقول لك قتال وجهاد. يبقى الآية اللي هتنزل بتدل على ايه؟ فيها شدة وقوة ولا فيها لين ورحمة؟ شدة وقوة. صح ولا لا؟ لأن يا زمزم الآية نازلة بتوافق الموقف. صح ولا ايه؟ صح. طب والترغيب والترهيب؟ ما هو الترغيب في الشيء بحببك فيه، والترهيب بفزعك منه، بخوفك منه. ده كله على حسب مين؟ أحوال المخاطب، على حسب المخاطب. الصحابة قالوا يا رسول الله الله عز وجل بعيد نناديه أم قريب نناجيه؟ الآية نزلت تناسب حال المخاطب. تمام؟ وإذ سألك عباد عني فإني قريب. بص الآية عامل ازاي؟ تمام كده ولا ايه؟ تمام. نعم.
نعم. وقاتلوا المشركين كافة. هنا في قتال، في شدة، فعلى حسب الحال المخاطب. في سؤال؟ أي كويشنز يا أستاذ؟ طيب ماشي. اختصت الآيات السورة المكية بإيه؟ المكية يعني لسه في الأول، اختص بإيه؟ أهل الكتاب ولا منافقين ولا جهاد؟ اختص بإيه؟ قضايا الإيه؟ توحيد. شكرا. ومن الخصائص المدنية هتبقى إيه يا جهاد يا زمزم؟ يخاطب أهل الإيمان، صح ولا؟ لأن الزجر والكسر والقصص كل ده فين؟ في المكية. صعب الكلام؟ لا. تمام يا مستر. في أي سؤال يا أستاذ؟ تمام الحمد لله. لو استفدت او استفدت من الفيديو ده يا ريت تضغط على زر الاشتراك، يعني بالعربي كده تشترك في القناة. لايك على الفيديو حاجة بسيطة منك، ولكن بتشجعنا ان شاء الله تعالى ان احنا نكمل في تنزيل فيديوهات.